في زمن يراد فيه للكلمة أن تكون خنجراً وللدم أن يرسم حدود الهوية، نحن هنا لنقول لا، لا للفتنة، لا لتشويه الحقيقة، لا لتمزيق النسيج الذي حاكته المقاومة بدماء الشهداء. هذا البرنامج ليس رواية سياسية، بل شهادة واقعية عن رفاق عرب اختاروا الوقوف إلى جانب إخوتهم في قوات سوريا الديمقراطية دفاعاً عن الحرية، الكرامة، الأرض والإنسان. فاستمعوا للمقاتلين واتركوا الأحكام جانباً. مرحبا رفيق، نتعرف عليك بالبداية. أنا رفيق خالد إسماعيل، تابعين القوات الكوماندوس. كثيرون يروجون أن قوات قسد فقط قوات كردية والعرب فيها مهمشون، ماذا تقول حيال ذلك؟ من خلال تجربتنا الشخصية ضمن هذه القوات نرى بأنها قوات تعددية غير طائفية ولا تلبي أو تستند إلى فئة معينة. كيف تصف العلاقة اليومية والاجتماعية وفي الجبهات بينك وبين باقي رفاق من غير مكونات؟ هي علاقة مبنية على الحب والإخاء والمحبة، ولا يوجد تفرقة بين عربي أو كردي أو شركسي أو أرمني أو غير ذلك. ألم تشعر يوما ما أن هناك تمييز على أساس الهوية أو العرق؟ لا يوجد أي تمييز بين الرفاق، كلنا رفاق ضمن قوة واحدة، ولا يوجد أي تمييز بين الرفيق والآخر. وهناك جهات كثيرة تحاول زرع هذا المفهوم، ونقول لهم بأن قواتنا قوات ديمقراطية مبنية على مبدأ الأخوة والمحبة، ولا يستطيع أي شخص كان أن يزرع هذا المفهوم ضمن هذه القوات. أخيرا ماذا تقول للرفاق الذين يشكلون هذا المشروع التعدد الاشتراكي الديمقراطي؟ نقول أن مبدأ الأمة الديمقراطية هو المبدأ الوحيد الذي تبنى عليه الأوطان، وننصح بجميع القوات بزرع هذا المفهوم ضمن قواتهم. شكرا لك رفيق. يعطيك. مرحبا رفيقة، نتعرف عليك بالبداية. اسمي تولفين شاردان من محافظة دير الزور، من مقاتلين وحدات حماية المرأة. فضل تولفين، كثيرون يروجون أن قوات قسد قوة كردية فقط والعرب داخلها مهمشون، ماذا تقول حيال ذلك؟ يعني بالنسبة لادعاءات بهذا الشكل، يعني الشاب أو الشابة الرفيق ولا الرفيقة الكردي ولا العربي والأرمني التشركسي من كافة المكونات ماسك مكانه، ماسك موقعه، سواء بالجبهات سواء بالحياة، يمشي الروح الرفاقية المطلوبة منه، بنفس الوقت يعني يقاتل ويحمي وطنه، لأنه نحن الشيء اللي جابنا ضمن قوات سوريا الديمقراطية هو مفهوم الأمة الديمقراطية، وعلى أساس هذا الشيء نحن متواجدين ونحمي ونقاتل مشان وطننا وشعبنا. كيف تصنفين العلاقة بينك وبين باقي الرفاق في الحياة اليومية الاجتماعية وفي الجبهات؟ هل لاحظت أي تمييز عرقي أو تمييز على أساس الهوية؟ الهدف الأساسي من هذه الجبهة أو من هذا خط الحماية هو حماية الشعب الموجود، حماية الأهالي الموجودة بغض النظر عن مكونها، بغض النظر عن دينها وطائفتها، لأنه نحن لما ندافع ولما انضمينا ولما قاتلنا وما زلنا نقاتل ونحارب مو بس مشان عائلاتنا سواء كانت كردية ولا عربية، بغض النظر، لأنه العدو لما بده يجي يتدخل بده يبلش بقمع وترهيب وتهجير واغتصاب وعمليات تخويف على الشعب، ما راح يقاتلهم على أساس أي مكون، هم راح يجي على أساس الاحتلال وفرض السيطرة وفرض الهيمنة. فلهذا السبب نحن مستعدين نكون درع لحماية أهاليتنا. هل ترين أن هناك من يحاول زرع الشك والفتنة بين المكونات المختلفة داخل قسد، ومن هو المستفيد الأول؟ يعني مواجهات بهذا الشكل موجودة، ورغبات ومحاولات بهذا الشكل موجودة، أما الشيء اللي أفسدها والشيء اللي طالعها من محتواها هو إرادة الشعب. بعد كل ما مررت به، ما الذي تعلمته من هذه الحياة الاشتراكية؟ وبالنهاية ماذا تقولين لهذا المشروع التعددي الاشتراكي الديمقراطي؟ يعني بالأخير المستوى والمرحلة اللي نحن وصلنا لها يعني علمتنا أشياء كثيرة. هو بأي شكل نحن لازم نكون يعني نمشي الرفاقية الصحيحة مع بعضنا، بأي شكل نحن لازم نحتضن ونكون ديمقراطيين اتجاه شعبنا اتجاه مجتمعاتنا، نفس الوقت توعية المرأة، تنظيم المرأة، وتثبت الشخصية اللازم يتم إثباتها للمجتمعات كامل. شكرا لك يا بلتولي. أهلا وسهلا.
مرحبا رفيق، نتعرف عليك بالبداية. مرحبا حسين عبد الله من راس العين، بقوات الخاصة كوموندوس. قراب اللي أنا هلا حاليا فيه لواء. كثيرون يروجون أن قوات قسد هي قوى كردية فقط وأن العرب داخلها مهمشون، كيف ترد على هذا الادعاء؟ هذا الشيء غير دقيق. القوات قسد بشكل عام جميع المكونات متواجدة فيها، من سريان، من شركز، من تركمان، من عرب، كرد. كيف تصف علاقتك مع باقي الرفاق من غير المكونات داخل القوات؟ ضمن مشاركاتي بحملات اللي خذناها سوا مع جميع المكونات، روح رفاقية متواجدة مع الكل، محبة، أخوة، لأنه هدفنا هو واحد. الهدف تبعنا معروف، تحرير أراضينا من جميع المرتزقة اللي تدفعها الدول الخارجية. هل ترى أن هناك من يحاول زرع الشك أو الفتنة بهذا الخصوص؟ هذا الشيء هلا متواجد على التواصل الاجتماعي، متواجد كل الاشياء هاي، كل من عم يجي يروج لحتى يزرع الفتنه بين الاخوه الكرد والعرب والشركسان والتركمان. الهدف مبين، الهدف زرع الفتنه لحتى يتزعزع الوضع وترجع النوب. مثل ما بيقول الاخ ما بيحب اخوه، الجار ما بيحب جاره. هاي سبب الفتنه اللي عم تنزرع، واحنا قادرين نرد هذا الفتن لانه هدفنا واحد وقرارنا واحد اتخذناه لحتى ما نعيش تحت الظلم ولا التفرق، محبة بتعايشنا، مشاركتنا سوا، هدفنا واحد. من المستفيد الأول من هذه الفتنة وكيف ترد عليها؟ المستفيد معروف، الدول الخارجية اللي تدعم المرتزقة، اللي مشرب المصاري، مستعد يضحي بحياته لحتى بس انه يصل الهدف، الفكر المتطرف اللي يخلي لا المسلم يشفع لليهودي ولا اليهودي يشفع للمسلم. هدفك تدافع عن ديانتك، دافع داخليا، اما تجي تفرض ديانتك علي. انا مسلم، بصلي، صوم، أما ما في داعي أنا اللي جنبي خليه كمان نفس ما أنا أعمل هو يعمل. هذا فكر متطرف. بعد كل ما عشته كيف تقيم أو ماذا تعلمت من هذه التجربة وهذه الاشتراكية؟ تعلمت أشياء كثير كويسة، أنه لا فرق بين درزيا ولا مسيحيا ولا علويا ولا كرديا ولا عربيا. بالنهاية ماذا تقول لكل الرفاق الذين يشكلون هذا المشروع التعددي الاشتراكي الديمقراطي؟ بتمنى من جميع الرفاق المتواجدين بصفوف قوات السرماطية أن يكونوا على الأهداف اللي اتخذوها بالدورات اللي مارسوها، يقدموها على الواقع ويبينوا الصورة الصحيحة للشعب، لأنه إحنا هدفنا اليوم حماية الشعب، ما هو هدفنا اليوم لحتى نكون صاحبين مادة. لو كنا صاحبين مادة كان طلعنا لبرا اشتغلنا، ما كان ضلينا بالأراضي هاي. إذا قلنا هذا احتلال وهذا احتلال هذا احتلال، أنت ضمن الواقع، أنت اليوم عم تشوف دورات لحتى تشوف واقعك اللي هلا عم يستحق انه تدافع عنه. بتمنى من جميع الرفاق يظلوا على القرار اللي اتخذوه والعهد اللي اعطوه ضمن دوراتهم، ويكون هدفهم واحد. شكرا لك رفيق. شكرا رفيق. مرحبا رفيقة، نتعرف عليك بالبداية. اسمي فيانتو الهلدون من مدينة الرقة، وأنا عضو بوحدات حماية المرأة. كثيرون يروجون أن قوات قسد قوى كردية فقط وأن العرب داخلها مهمشون، ماذا تقولين حيال ذلك؟ يعني بالنسبة لهذا الموضوع مو بس المكون العربي موجود أكثر من مكون معنا كمان، هم المكون العربي، هم المكون الكردي، المكون التركي كمان يوجد عندنا السرياني والإيزيديين، يعني مو بس مكون واحد. وبهذه الطريقة يعني بهي الطريقة كلاتنا بنتعايش بنفس المكان، بنفس المنطقة، وبنفس الشغل كمان عم نشتغل. أما ما يعني شلون كلياتنا بنفس التساوي، كلياتنا على نفس التدريب نمشي، على نفس المنهج كمان نمشي، على نفس الفكرة اللي خلق لنا إياها القائد أبو اللي رسم لنا إياها، كلياتنا عم نمشي على نفس الطريق. وهم المساواة كمان موجودة بين العرب والكرد والسريان والمكونات الأخرى. كيف تصنفين العلاقة بينك وبين باقي المكونات داخل القوات؟ وهل ترين أو تلاحظين أي تمييز عرقي أو تمييز على أساس الهوية؟ يعني من ناحية التمييز والمكان اللي نحن نتواجد فيه، مثلا إذا كان أكثر من مكون يكون موجود، ما في تمييز يعني بين المكونات، كلياتنا قلت بالبداية كلياتنا على نفس المنهج ماشيين، وكلياتنا ما في لا تميز بيناتنا ولا تفرقة كمان.
هل ترين أن هنالك من يحاول زرع الفتنة بين القوات ويحاول زعزعة هذه الاشتراكية؟ يلي يحاولون زرع الفتنة يعني كقوات عسكرية، بكل قوات عسكرية مثلا تحارب مشان الهدف تبعه هيك، يكون في قوات ثانية ضد هذا الشيء مشان يزرعوا الفتنة بين هذا الشيء. واللي عم يحاولوا يزرعوا هاي الفتنة بين القوات بين قواتنا ما عم يقدروا. ليش؟ لأنه هم الشعب هم نحن كمان عم نساعد بعض كمان، وعم نكون درع لبعض. حتى الفتنة وقت عم تنزرع بيناتنا ما عم يطلع لنا نتيجة. والكثير من العملاء والأشخاص الثانية يلي دخلوا بيناتنا وبين شعبنا حاولوا إنه يطلعوا الفتنة أو يزرعوا الفتنة بيناتنا، أما هذا الشيء ما انتصر. بعد كل ما مررت به، ما الذي تعلمت عن معنى الشراكة الحقيقية؟ وماذا تقولين لكل الرفاق الذين يشكلون هذا المشروع التعدد الاشتراكي الديمقراطي؟ يعني بعد كل هالفترة الطويلة يلي قضيناها هون بالقوات تبعنا، تعلمنا كتير شغلات عن الاشتراكية ما كنا مثلا متعلمينها بالمجتمع، عن الاشتراكية الحقيقية، عن الروح الرفاقية الحقيقية اللي هون. يعني كلياتنا عم مثل ما قلنا عم نمشي على هدف واحد، والاشتراكية تبعنا يعني مبنية على أسس أخلاقية وعلى أسس سياسية. مشان هذا الشيء يعني الشغلات والمواقف اللي عدينا فيها يعني تعلمناها كمان كتير، وعلى حسب التدريبات يلي أسسنا إياها القائد أبو، يلي رسمنا إياها القائد أبو، عم نمشي عليها على طريق اللي مشان نوصل على الحرية تبعيتنا. بوجه مثلا كلمة للشعب إنه الشغلات يلي عملوها مشان نحن ما ننساها، وذاتي لهلا نحن واقفين على هذا الشيء وعم نقاوم، هم مشان حرية الشعب، هم مشان حرية المكونات الثانية، ومشان نأسس أمة ديمقراطية، وعلى حسب نداء القائد أبو مشان الأمة الديمقراطية والسلام. شكرا لك. قلوبهم صلب حديد قد أتى يوم الوعيد، قلوبهم صلب حديد قد أتى يوم الوعيد، حليفنا النصر المجيد للسماء معانقين، حليفنا النصر المجيد للسماء. مرحبا، نتعرف عليك بالبداية. اسمي جيفار أبوبي، أنا بضمن قوات سوريا الديمقراطية. كثيرون يروجون أن قوات قسد هي كردية فقط، وأن قوات قسد تهمش الرفاق العرب. شو بتقول مشان هالشي؟ بصراحة أنا بالبداية كمان هيك كان ينحكى لي إنه قوات سوريا الديمقراطية هي قوات كردية فقط. هذا الشيء اللي كان يولد الدافع الخوف عند أي مكون تاني يعني بضمن هالحركة هي. بس طبعا بعد ما فتنا للحركة هي صرنا عدد سنوات بقلب الحركة هي، وتجاربنا موجودة كمان مع الرفاق. الأشخاص الموجودين بضمن الحركة هي مو بس رفاق أكراد، لا، في عرب، في أرمن، في سريان، في تركمان، في كل المكونات والطوائف كمان يعني فينا نقول عنهم، وكلاتهم ماسكين مكاناتهم، وكلاتهم ماسكين كمان رتب عسكرية كمان، وبتقود هالمرحلة هاي كمان. يعني أنا كمان مثل ما ذكرت كرتبتي العسكرية موجودة هون لواقم تاني، يعني عندي من كل المكونات بضمن القوات تبعي موجودة، أكراد، عرب، أرمن، سريان، وهي كدافع أنا موجود. يعني أبسط مثال قدامكم. يعني كيف تصنف العلاقة بينك وبين باقي الرفاق من المكونات الأخرى؟ أنا فيني أحكي عن بعض الأمور يعني بتتعلق بهالمرحلة هي. يعني العلاقة الموجودة بحياتنا اليومية بشكل عام فينا نقول عنها في حب كتير، يعني مثل الحب الأخوي، حب الصداقة، حب النضال، الروح الرفاقية من بنية بيناتهم منا. أبسط مثالات يعني شجعت لها المرحلة هي كمان ببعض الحملات اللي شاركنا فيها، مواقف الرفاق اللي كانت موجودة، البطولات اللي ساوتها كمان هي الدافع الأساسي لكل شخص ضمن قوات سوريا الديمقراطية، واللي بتولد الحب واللي بتولد الأخوية كمان بيناتهم منهم. يعني احنا دائما بنقول هدفنا وشعارنا هو الروح الرفاقية، بس طبعا هذا الشيء كان عبارة عن يعني شخص وقت اللي يسمعوا برا هالحركة هي بيقول انه شو هالحكي هذا، بس وقت اللي بيجي بيشارك ضمن قوات سوريا الديمقراطية بيفهم الأهداف والشيء اللي نحن عم نحكي عنه هلا، الروح الرفاقية والمحبة، وبنفس الوقت كمان النضال اللي نحن عم نحكي عنه كمان راح يولد هذا الحب عند كل الشعوب كمان بشكل عام. أهدافنا هي. هل شعرت يوما ما أن هناك تمييزا على أساس الهوية أو العرق؟ أبدا، هذا الشيء مو موجود عنا. طبعا بالبداية أنا ذكرت كمان أنه في أشخاص بتروج لهالأمور هي بتعطي طابع سيء عن القوات، بس طبعا بعد ما الشخص بيتعرف على قوات سوريا الديمقراطية حتى الخطاب تبعه إذا كان بيحاول مثلا يعطي صورة خطأ عن هالقوات هي، بعد ما يتعرف على القوات هي راح يعرف إنه قديش في غلط بنسبة التعبير عن هالقوات هي.
هل ترى أن هناك من يحاول زرع الشك والانقسام بين العرب والكرد؟ طبعا هذا الشيء موجود، نحن ذكرناها يعني بكل مكان بيكون في أشخاص بيحبوا أنه يستفادوا من هذا الشيء. وطبعا نحن نتذكر على دور النظام السابق كمان، يعني بمرحلة 2004 كمان وقت اللي صارت انتفاضة بهذاك الوقت كمان بين العرب والأكراد كمان صار هذا الشيء. ولحد هذا اليوم كمان دائما بيولدوا هالأمور هي، بيقولوا مثلا القوات تبع قوات سوريا الديمقراطية قوات كردية مثل ما ذكرناها، يعني هن هيك بيقولوا. وطبعا هذا الشيء مو موجود، لأنه إحنا أهدافنا الحقيقية مثل ما ذكرناها نولد المحبة. ما رسالتك لهؤلاء الذين يحاولون زرع الشك؟ رسالتي لهدول الأشخاص هي مو رسالة شخصية فقط، يعني رسالة على أو فيني أقولها يعني باسم كل القوات باسم كل الطوائف الموجودة، باسم كل الأشخاص الموجودين على أرض هذا الوطن، يعني محبين للسلام. بقول لهدول الأشخاص يعني شو ما ساووا شو ما عملوا بضمن الوطن يعني ما راح يصلوا للأهداف اللي هن بدهم إياها. يعني أشخاص عم تحاول إنه هي تحصل على بعض الأمور اللي بتخص المادة أو بتخص المناصب. نحن كقوة عسكرية وكأبناء هذا الشعب كمان أهدافنا مو هي السلطة، فلذلك نحن الترابط الموجود بيناتنا منا ما حدا فينا يحله، ما حدا فينا كمان يخرب هذا الارتباط اللي بيناتنا. بالعكس يوم عن يوم المحبة اللي بيناتنا عم تزيد. وبقول لهدول الأشخاص أهدافكم من المستحيل أنه تتحقق. يعني بعد كل ما عشته ما الذي تعلمته من معنى الشراكة الحقيقية؟ المعنى الشراكة بصراحة فيني أحكي عنها تفصيل بسيط. يعني هلا الشراكة نحن كنا فهمناها بموضوع المادة مو أكتر، بس بعد ما عشنا بضمن قوات سوريا الديمقراطية ببعض المواقف اللي ذكرناها بالجبهات أو كانت بحياتنا اليومية، عرفنا أنه الشراكة ما بتنقسم على طابع هوية كانت ولا كانت على طابع المادة فقط. لا، هي الشراكة بتحكي عن مو بس انه مثلا انه شخص متعلق بشخص ثاني مثل اخ او اخت او اي شخص ثاني كان. فهون فينا نقول عنها انه مبدأ الشراكة هي بتتعلق بكل المكونات الموجودة من شخصية الانسان الوقت اللي بيولدها. طبعا الاهداف الحقيقية وقت اللي بيكون بماشي بطريق صحيح، ساعتها مبدأ الشراكة بيكون مبدأ حقيقي ليتشاركوا فيه كل المكونات الموجودين على أرض هذا الوطن. يعني فيني أقول هذا الشيء باختصار. بالنهاية ماذا تقول لكل الرفاق الذين يشكلون هذا المشروع التعددي الاشتراكي الديمقراطي؟ يعني أنا بحب أقول لكل الرفاق المشاركين بداخل قوات سوريا الديمقراطية أو كانت بكل الأفرع الأمنية كمان بشكل عام بضمن القوات الأسايش أو الرفاق الموجودين بكل مكان، حتى الرفاق اللي موجودين كمان بالدوائر مثل مدرسين أو بمراكز عوائل الشهداء أو بأي مراكز ثانية كمان بضمن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بشكل عام. بشجعهم لأهدافهم النبيلة وأهدافهم الحقيقية اللي هن عم يمشوا عليها. دائما بقول لهم لا ينسوا أنه طريقنا هو طريق الشهداء وفكرنا هو الفكر الحقيقي للمرحلة اللي جاية، مثل ما بيقولوا لحماية هذا الوطن، لحماية هذا الشعب، لحماية هاي الأرض. بالنهاية نحن نقول محبتنا لوطننا لازم تكون أكبر من الشيء اللي نحن بنعطيه. دائما نحن مديونين لشعبنا ولأرضنا. شكرا لك على الإجابات. وطقت طواب الجورة وسبع شامات على الخدين منثورة، وقالوا اليمن كمان تجي وهذا تخلط أهل الناس الهينة المنفوسة مقهورة. قصد وحدها تحمي البلد صوتهم فاق الرعد. عندما تسقط الأقنعة يبقى وجه الحقيقة ناصعا لا يطمس. في هذا البرنامج لم نتكلم عن التعايش، بل شاهدناه حيا نابضا في عيون من حملوا السلاح لا طمعا بل دفاعا عن وطن يتسع للجميع. لنصغي إلى صوت الحياة لا لصدى الفتنة، ولنتذكر دائما أن الحقيقة لا تحتاج إلى الصراخ بل إلى الشجاعة.